بتمد ايدك تطلع ناس من الزبالة، بتغلط في اختياراتك للناس كل مرة. المشكلة مش في الناس للأسف، المشكلة في اختياراتك ليهم من الأول. بس في شوية حاجات انت لو خدت بالك منها هتعرف تختار علاقات صح وناس آمنة يكونوا في حياتك. أنا أدهم سامح، والنهاردة هنتكلم عن ازاي نختار الناس صح. مقدمة ملتهبة، وحشتوني قوي. العلاقات شيء صعب، بيتطلب مجهود، وقت، ومشاعر. بس بعد المجهود ده بتكسب صاحب عمر، أو بتكسب حد تحبه وتكمل معاه بقية حياتك، أو بتكسب درس يعلمك في مشوار الحياة. وكل دي حاجات طبيعية وشيء متكرر في حياتنا. بس عارف ايه بقى اللي مش طبيعي؟ اللي مش طبيعي هو اننا نبذل مجهود وطاقة ومشاعر وندي وقت لشخص من الأول غلط، ومن الأول ما ينفعش يكون في حياتنا. وأنا هنا مش بتكلم على نوع محدد من العلاقات، أنا بتكلم على كل أنواع العلاقات. وإننا نختار غلط من الأول لما الموضوع يخلص بيبقى أصعب من العادي، لأن زائد صعوبة نهاية العلاقة، أنت كمان بيصعب عليك نفسك. وبتيجي بقى الجملة الشهيرة اللي هو أنا كنت حاسس من الأول، يا ريتني ما عملت كده، أنا ليه عملت كده في نفسي، يا ريتني ما رديت، يا ريتني ما كملت، أنا كنت حاسس. علشان أعرف إزاي أختار صح دخلت علاقات كتير قوي وفشلت فيها، عشان بس أتعلم اللي أنا أدخل ناس كويسة في حياتي. وفعلا أنا بقيت بمشي ورا شوية نصايح بتخليني بشكل كبير أبعد الناس الوحشة عن حياتي. تعالوا أقولها لكم. أول نقطة: مفيش حاجة اسمها I can fix him I can fix her. أول ما تلاقي نفسك بتقول الجملة دي خد بعضك وامشي. اسمعني كويس، الناس اللي عندها مشاكل وعقد في حياتها احنا مش مطالبين نحلها، مش احنا الناس اللي بنحلها، هم المفروض يحلوها بنفسهم وبعدين يطلعوا للعالم. تعالوا احكي لكم قصة حصلت معايا بجد. وانا صغير كان ليا زميل دراسة، جات له إصابة في رجله، قعد في البيت شهرين متجبس. فانا دخلت قلت له ايه، الف سلامة عليك والجو ده يعني. فالمهم الكلام جاب كلام والمواضيع كبرت، وبقى يحكي ويفضفض عن مشاكله، مش مشاكله الصحية بل مشاكله الأسرية والحياتية، والبت بتاعته عملت والبت بتاعته راحت وهو سابها و فأنا خدتها على نفسي قوي وحسيت إنها مسؤولية إن أنا أكون معاه طول الوقت. فكنت كان كل يوم أكلمه عامل إيه، ويقعد يكلمني ويفضفض لي ويحكي لي طاقة سلبية جدا. بس كان كلام على طول رايح جاي بالساعات، لحد ما بقينا في نظري أصحاب، واتفقنا نخرج ونتفسح بعد ما يفك الجبس، ونكون أسعد الناس وأسعد الأصدقاء. بعد أول ما خف يا جماعة اختفى، ما بقاش يتكلم. يا ابني انت فين؟ ما بيردش. طب انا عايز احكي لك على حاجه، بيفكس لي. الخروجات اللي اتفقنا عليها هو اصلا مش موجود عشان اساله على الخروجات، وما بيردش عليا خالص. اختفى تماما ولا كاني كنت موجود. طبعا انا مش هتكلم عن احساسها، يعني انتوا اكيد عارفين احساس ان انا ادي كل ده وادي الطاقه والمجهود لمده شهرين ومشاعر، واسمعه واساعده، وفي الاخر يسيبني ويمشي. دي قد ايه وحشه وقد ايه مهينه كمان. هو كان في ازمه صحيه، ووحده وزعل. والأزمات هي المرحلة الانتقالية للإنسان. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما تحصل له أزمة ويتخطاها بيبقى حد جديد، بيكسب معرفة بتخليه إنسان أحسن. فأنا جيت بقى وقلت له لا، عندك اوعى تتحرك، أنا اللي هشيل كل حاجة، أنت خليك قاعد كده ريح رجلك المكسورة دي وأنا اللي هشيل عنك. ده اللي أنا عملته لحد ما وقع كله على دماغي. أنا كنت القشاية اللي اتعلق بيها وقت أزمته، وأول ما الأزمة خلصت خد بعضه ومشى عشان يعيش حياته بقى. فاللي عايز أقوله لك إن الإنسان في وقت الأزمات بيدور على أي قشة يتعلق بيها. واحد بقى حبيبته سابته وعايز واحدة جديدة تنسيه، واحد صحابه فكسوله وادوله على دماغه فعايز حد كده يمشي معاه عشان يغيظهم بيه، أو يسلي نفسه لحد ما يرجع لهم تاني أو يشوف هيعمل إيه. أو حد ما تخلصش من الماضي بتاعه جاي علشان انت تساعده وتخلصه وتنسيه. فما تكونش انت القشة بتاعت حد، ما تكونش انت المرحلة الانتقالية بتاعت حد، لان ببساطة ولا انت ولا انا ولا اي حد يستاهل ده. لانك تستاهل حد يكون معاك اطول وقت ممكن، مش لحد ما يبقى كويس وموده زي الفل خلاص بقى مع السلامة. وما تجيش بقى ايه تتخلي صوتك وتقول لي لا انا عايز اساعد، ربنا يحطني في طريق اي حد اساعده، الايد الساندة احسن من الايد السالكة، وتعملي جو ايمي تاتو ده
لا يا بابا، عايز تساعد ساعد مساعدة مادية، حاجة ملموسة. يعني صاحبي اللي أنا قُلت لكم عليه ده كان ممكن أقول له ألف سلامة ربنا معاك وخلاص واتكل على الله، وكل فترة ها أنت أحسن دلوقتي؟ الله يكون في عونك مع السلامة، ده اللي أنا أعمله. لكن بقى تدّي مجهود وطاقة ووقت ومشاعر، لا يا بابا. هترجع في الآخر تكتب لي في الcomments أدهم لو سمحت عايز حلقة عن ماذا أفعل عندما ينتهي كل مجهودي وكل طاقتي على حد ما يستاهلش. فأنا اللي هاتضر في الآخر. دايمًا افتكروا الجملة دي، فاقد البصر أول ما بيرجع له بصره أول حاجة بيتخلى عنها هي العصاية اللي كانت سانداه طول عمره. اوعوا تبنوا علاقة أيًا كان نوعها على أزمات الآخرين ومشاكلهم، لإن once الأزمات دي تخلص والمشاكل تخلص العلاقة بتقع، خلصت. تاني نقطة عندنا هنا هي ما جاء بسهولة يذهب بسهولة. يعني إيه الكلام اللي باللغة العربية ده؟ في ناس أول ما بنتعرف عليهم في الأول كده حب واهتمام وعشم وثقة وغيرة، كل الحاجات دي بشكل فياض وبشكل غير مبرر. إحنا لسه متعرفين، أنت جايب كل ده منين؟ إيه الحب ده؟ الحب والاهتمام دول لما بيجوا فجأة بيخدعونا بجمالهم. الله، مفيش إنسان ما بينبسطش لما يحس الحاجات دي. زائد بقى إنك كمان حاسس إن كل ده جه بسرعة، فأوبا اديله ادي، ده أنا دون جوان، ده أنا محدش قدي، ده أنا جامد جدا، ده أنا مقطع السمكة وديلها، دي البت وقعت في دباديبي، ده الواد أول ما شاف قصتي اتهبل. هدي أعضائك وتعالى نحلل الموضوع. لما أنا أشوفك وألفك من أول مرة يبقى أنا منبهر أو معجب بيك. بعد كده بتعرف عليك، بعشرك، بعيش معاك مواقف، بشوف العيوب واشوف المميزات اللي فيك، وطبعا ده حاجة بتاخد وقت كبير جدا. انا بقى رضيت بكل ده، يبقى انا كده حبيتك. حبيتك بقى صاحب، حبيتك مراتي، فاهم؟ انا خلاص كده حبيتك، شفت كل حاجة وخدت الوقت معاك. يبقى عشان يكون في حب لازم يبقى في مراحل قبلي: انبهار، اعجاب، وقت طويل من التعارف، ثقة، ثم حب. شُفت كل دول ما بيجوش في يوم، إحنا ما بنبنيش برج عالي في يوم، إحنا بنقعد فيه شهور وسنين. يعني أنا ممكن أنبهر بواحدة بنت جميلة جدًا، لكن أتكلم معاها وأتعرف عليها ألاقيها متكبرة ومغرورة وما بتحبش الحيوانات مثلًا. أنا شخص أحب إن في حياتي ناس على الأقل بتحترم الحيوانات، فلأ خلاص مع السلامة، اتكلي على الله، أنتِ ما فيكيش صفات تعجبني. فاحفظ معايا الكلمتين دول: الحاجة اللي بتيجي بسرعة مش حقيقية. الناس اللي بتحبك بشكل سريع وغير مبرر بيكون حبهم زائف، بيكون عبارة عن فراغ جواهم بيحاولوا يملوه، أو مشاكل في حياتهم هم بيحاولوا يتناسوها بإنهم يدخلوا علاقات ويعيشوا الأجواء بتاعة العواطف وكده. والنتيجة لده إنهم أول ما بيزهقوا أو لما بياخدوا اللي هم عايزينه بمعنى أصح بيمشوا على طول. بس الأشخاص الأسوية هم اللي هيحبوا يقعدوا معاك وقت أطول ويتعرفوا على كل الجوانب بتاعتك، عيوبك ومميزاتك، عشان يقرروا هيحبوك ولا لأ. وافتكر إنك بس تستحق الناس الأسوية، مش اللي جايين ياخدوا حاجة ويتسلوا ويمشوا. كفاية ناس معقدين. تالت نقطة، استنوا بقى عشان الرينج لايت ده هيعميني. عارفين لو الصوت طلع وحش في الآخر بالميكروفون ده هتبقى مصيبة، والله ما أنا عايد حاجة، هتجوز واقعد في البيت بلا يوتيوب بلا زفت. تالت نقطة هي علاقة بدون مسمى. العلاقة بدون مسمى دي أنا عملت عليها حلقة قبل كده، بس ما عنديش مشكلة تماما إن أنا أتكلم عليها تاني وتالت ورابع، لأنها آه، ترند الجيل. ما الواحد كده بيدخل له في 3 4 سيتويشن شيب في الشهر. بص يا عزيزي، كل حاجة في الدنيا ليها اسم، كل حاجة. ولو حاجة ملهاش اسم يبقى ملهاش وجود أو قيمة، صح ولا لأ؟ لا أنا عايزك ترد عليا زي كده لما كنت بتتفرج على دورة وأنت صغير تقول لك أين النهر؟ تقول لها ورا قفاكي، فأنت رد عليا نعم أم لا. لا، حلو حلو كده الكلام، أنت كده كويس. عارف لو ما كنتش قلت هتبقى فضيحة، هيبقى شكلي وحش أوي. بنتكلم في الأول مع بعض، ده اسمه تعارف. بقينا أقرب لبعض وفيه اهتمام وعواطف، يبقى ده اسمه إعجاب. قربنا لبعض بس مفيش مشاعر ومفيش عواطف، يبقى احنا أصحاب وإخوات. شوفوا شوفوا شوفوا، لسه جاي مش بقى فيه غيرة ومسؤولية واهتمام زايد شوية، يبقى ده ارتباط، حب وارتباط. بقى فيه جد وعرفنا بعض وقابلنا عيوب بعض وعايزين نفضل مع بعض على طول، يبقى ده خطوبة أو جواز، سميها زي ما تسميها حسب حالتك المادية. تعالى بقى قول لي أي نوع علاقة وأنا هقول لك اسمه إيه. كل حاجة ليها اسم.
انما تيجي تقول لي لا دي حاجه غريبه، اتس كومبليكيتد، دي ملهاش اسم، لا، ساعتها انا هنهار عليك بالشتائم القبيحه. تعالى بقى اقول لك الشخص ده بيدخل علينا ازاي. انا حافظ يعني. خلينا نكون ماشيين مع التيار ونشوف الدنيا هتودينا فين، شوف الجمال. او مثلا واحد تاني يقول لك بقى ايه، احنا مش لازم نحط مسمى، احنا مبسوطين، مش لازم نحط حدود لعلاقتنا. الله 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 الله، ايه الجمال ده، ايه اللغه العربيه دي، ده انت مولع ومشطشط. اول حاجه كده اسمعي اللي بتضحك عليكي وبتدخلي في سيتويشن شيب، واسمع انت كمان يا اللي بتضحك عليك وتدخل في سيتويشن شيب. اول حاجه كده، السمك الميت بس هو اللي بيمشي مع التيار. شوف بقى، افهم الجمله دي زي ما تفهمها. ماشي، حلو الكلام، وفهميها زي ما تفهميها. وافقت وهتمشي مع التيار، هتفضل ماشي كتير قوي، كتير قوي، لحد ما الطرف التاني يزهق، وانت هتكمل مشي لحد ما توصل اسوان، ومش هتوصل لحاجه تاني. بقى حاجه اللي هي بلاش نحط حدود اسم وحدود لعلاقتنا. يعني من الاخر نحب ونلفلف، ويكون في بينا مشاعر وغيره، وانت جايه منين، وانت رايح فين، وانت لابسه ايه، طب انت كلمتي مين، طب انا مش قلت لك ما تكلموش الراجل ده، مش أنا قلت لك ما تكلموش، اقطعي معاه ليه بلوك. بس احنا ملناش اسم. يعني دلوقتي اعمل كده مع واحده واروح اعرفها لاصحابي، اقول لهم ايه، ازيكم يا صحابي، دي البت اميره، انا وهي في غير مسمى مع بعض. ايه ده، ايه قله القيمه دي، ايه قله القيمه دي يا ولاد، انا مش صادق، مش قادر اصدق اللي انا بسمعه، انا بقوله بس انا مش مصدقه. لا دي قله قيمه جامد. تعالوا احكي لكم بقى ايه حكايتي، يعني كل نقطه من دول عندي ليها قصه، والله احكي لكم. انا اتعرفت على واحده، ويا ريتني ما اتعرفت، وقعدنا شهرين نتكلم، او شهر ونص. فانا شخص بحب اخد الامور بالراحه، ماشي، فقلت شهر ونص تعارف، ايه المشكله، احنا بنتعرف على بعض. لابسه ايه، رايح فين، كلت ايه، بتعمل ايه، ما كلمتيش ليه النهارده، وحشتني، وبلا بلا دا والجو ده. حصلت خناقه بينا، فقالت لي هو انت اتضايقت كده ليه، هو لو حد من صحابك عمل كده هتضايق؟ ده لحد من صحابي، ما تقارنيش نفسك بحد من صحابي، انت مش صحابي وانت عارفه والجو ده. قالت لي لا، احنا صحاب ومش حاجه غير صحاب، هو انت شايف حاجه تانية، عشان انا شايفه ان احنا صحاب وما ينفعش نكون حاجه غير صحاب. قالتها لي في وشي كده. انا عملت ايه بقى، قمت انا مبطل السهوكه وجو المحن اللي كنت بعمله، لحد ما جت قالت لي ادم انت بطلت تعاملني كده ليه، في ايه مالك؟ قلت لها الحاجات دي مش بين الصحاب. شو انا استعبطت انا كمان، قلت لها انا في الصحاب ما بيعملوش كده. قالت لي خليها من غير مسمى، ليه نحد العلاقه، ما احنا مبسوطين وفرحانين مع بعض، ليه كده؟ طبعا انا قمت مديها اللي فيه النصيب ورزعت البلوك. انا شخص مش بتاع نهايه اخلاق، الا لما يكون الشخص محترم بكون معاه خلوق في نهايتي. لكن هي دي جايه واحده بتتسلى، واحده بتقل مني، واحده شايفاني قليل جدا لدرجه انها عايزه تملى فراغها وتملى وقتها والهبل والافكار اللي في دماغها تنساها بيا. هي مش بتحبني. فشوفوا قد ايه انا قللت من نفسي وسلبت حق نفسي، اللي انا حتى اعترض، ما انا ما اقدرش اعترض، ما احنا ما اتكلمناش في حاجه. هقول لها طب ما انا كنت بقول لك وحشتيني وانت تقولي لي وحشتني، عادي صحابي يوحشوا بعض، فكل حاجه ليها رد. فانا احرجت نفسي جدا وخليت نفسي قد السمسمه. فارجوكم يا جماعه، اي حد يعرض عليكم فكره اللي هو يدخلوا في علاقه من غير مسمى، او بلاش نسمي العلاقه او نمشي مع التيار، اقطع مع السلامه، شوف حالك، يا تسمي يا تمشي، باي باي. فكل اللي انا قلته ده العيوب بتظهر في الاول، اول اسبوع، اول اسبوعين، يعني مالكش حجه. فخد بالك عشان انا اتلسعت قبليك، واعرف ان الانسان هو اللي بيبني قيمته بنفسه، وجزء كبير من قيمه الانسان هو الناس اللي حواليه. فخلي اللي حواليك ناس بيحترموك بيقدروك، مش ناس بيستغلوك بيتسلوا بيك معتبرينك وقت فراغ، او ناس مش بيدوك على قد ما بتديهم. اختار اللي حواليك كويس، ما تضيعش وقتك ومشاعرك مع ناس ما تستاهلش وترجع تندم بعدين. وختاما للحلقة دي أحب أقول إن بعدي عن الثلاث أنواع وما يماثلهم من الناس اللي أنا قلتهم فوق أو قلتهم في أول الحلقة، ده اللي فضى مكان في حياتي عشان يدخلوه ناس تانيين أنا ما أقدرش أعيش من غيرهم دلوقتي، أنا فرحان وحاسس بالأمان معاهم. ما تقلقش، والله ما تقلق، أنا كنت في مكانك في يوم من الأيام وحاسس بيك. هيجي لك الناس اللي شبهك، أو هيجي لك الناس اللي يتناسبوا مع حياتك. أهو الفجر بيدن عشان تعرفوا بس، أينما كنت ووقتما شاء ربك.
أنا أدهم سامح، والنهاردة عرفنا إزاي نختار الناس صح.